هلو، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم جبت لكم واحد جوج قصص كيحمقوا واعرين. قبل ما نبداو القصه ديالنا جبت واحد الكاس ديال هوت شوكليت كيحمق وسخون فواحد البرد. حتى نتوما جيبوا شي حاجه تاكلوها، وقبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. ودابا يلا نبداو في اول قصه. كتبدا القصه ديالنا مع ساره اللي كان في العمر ديالها 30 عام. ساره الاصل ديالها من فلوريدا، كانت مزوجه وام لجوج دراري. الطفل الاول سميتو ريكي والطفل الثاني سميتو مايك. ريكي كان في العمر ديالو 6 سنوات ومايك كان في العمر ديالو 5 سنوات. في يوم من الايام الراجل ديال ساره قرر انه يسافر خارج البلاد بسبب الخدمه والعمل. سافر الراجل ديال ساره وبقات ساره ووليداتها والكلبه ديالو بقاو في الدار. ساره جاها القنط والملل لانها بوحدها وداكشي. قالت اشني غالا ملي غنسافر عند الاهل ديالي نجلس معاهم بضعه ايام او بضعه اسابيع. داكشي اللي كان هزات وليداتها وشبروا الطريق عند الاهل ديال ساره. شبروا الطريق ديالهم عند الاهل ديال ساره. جلست ساره مع الاهل ديالها، دوزات وقيته مزيونه، بدلتها النفسيه ديالها، ضحكات. المهم جا النهار اللي غادي ترجع فيه للدار ديالها. شبرات الطريق هي وليداتها والكلبه ديالها ورجعوا بحالهم للدار. وصلت ساره، نزلت الطوموبيل حدا الدار. بنا مايك كان ناعس في الخلف ديال السياره. قالت ما غنفيقوش دابا، تنطلع ننزل ريكي والحقائب وموراها غادي نرجع باش نهزو باش ما يفيقش من الناس. داكشي اللي كان. هزت الحقائب ديالها ودخلت هي وبنا، وملي فتحت الباب هنا كانت الصدمه. جبرات واحد الراجل طويل القامه وعريض البنيه كيتسناها حدا الدار، عامل المسدس ديالو الاتجاه ديال الراس ديالو، كيقول له الا ما نفذتيش اللي كنقول لك بالحرف غادي تودع حياتك. ساره بالخلعه والستريس والخوف على حياتها والحياه ديال ولادها ما قدرت تغوت، ما قدرت تطلب مساعده. الكلمه ديال ساره بدات كتنبح. عطاها واحد الركله حتى جابها ميته طايحه في الارض ميته. ساره بعد ما شافت ديك المنظر زادت تخلعت زي ما هي كانت مخلوعه. قال لها غادي تهبط للسياره، غادي ديماري السياره وغادي تمشي طريق طويله وبنك ريكي غادي يجلس قدامك. داكشي اللي كان. هبطت ساره للسياره، ديمارت السياره وبقات وجلست حداها بنا ريكي، والمجرم جلس في الخلف السياره حدا مايك. ساره النص ديال الطريق وهي كترغب فيها كتقول له نعطيك اللي بغيتي، ما نعيط للشرطه، ما نقول حتى شي واحد شي حاجه عليك، غير خليني نعيش انا ووليداتي. ولكن للاسف المجرم ما كانت في قلبه ذره ديال الشفقه او ديال الرحمه. فجاه المجرم غادي يطلع المسدس ديالو وغادي يتيري في ساره الطلقه اللي غادي تنهي الحياه ديالها. المجرم فتح الباب وهرب بحاله. ابن ريكي بقى كيبكي وكيحرك يهز في الجثه ديال الام ديالو، كيقول لها عافاك ما تخلينيش، انا باقي محتاج لك، انا طفل صغير باقي محتاج لك ماما ما تخلينيش، وكيحرك فيها لا حياه لمن تنادي. ريكي كان طفل ذكي، كيف كنقولوا عقله كبر من لاج ديالو. كان كيسحب له بان الام ديالو باقا عايشه ولكن للاسف كانت متوفيه. ريكي هبط من السياره بقى كيحاول يفيق خاه مايك كان فطن وشاف بان المجرم كيفاش تيرا في الام ديالو ورجع من راسو ناعس. بقى كيفيق فخا كيفيق حتى فاق مايك. نزلوا من السياره وبقاو كيشيروا للناس في الطريق، فيما دو شي طوموبيل يشيروا لا حتى وحده ما بغات توقف الا واحد الطوموبيل كان فيها الزوج والزوجه ديالو هما اللي وقفوا لهم في الطريق، حيت شافوا ريكي بديك الحاله ديما ملطخه في الجسم ديالو، الدماء ديال الام ديالو ملطخه في حوايجو، ديك الحاله ديال البكا اللي كانوا كيبكيو. مشاو للسياره تصدموا بديك المنظر اللي شافوا. ساره غارقه في دمها وديك ساعتها اتصلوا بالشرطه. الشرطه جات في ديك الساعه. بعد ما الشرطه بداو في البحث ديالهم اكتشفوا بان القفل ديال الباب والنوافذ كاملين معوطين، يعني النوافذ ما فيهمش الكسر، الباب القفل ديالو باقي معوط باش تقول بانها جريمه سرقه وداكشي هادشي كامل ما كاينش. وزائد واحد المساله بان الذهب ديال ساره والاكسسوارات ديالها كاملين باقيين في مطعم، يعني المجرم اللي دخل عارف مين يدخل وعنده المفتاح الاحتياطي ديال الباب. الشرطه بداو كيقلبوا وبداو بالزوج ديالها هو الاول. الزوج ديال ساره قال لهم انا كنت مسافر خارج العمل وجاب لهم وثائق ودلائل انه كان خارج البلد على حساب الشغل.
قال لهم انا اصلا ما كنتش كنهضر مع ساره حيت على حسب الضغط ديال الخدمه ما قدرتش نعيط له، ما كانش عندي الوقت. فحيدوه من قائمه المشتبهين. هنا بداو كيسقسيو العائله، الاقارب، الاصدقاء، حتى وصلوا للاخت المقربه ديال ساره. هنا ملي بداو كيستجوبوها بدات كتدخل وتخرج في الهضور ديالها ماشي راكبين على باطوم، متوتره غير مرتبكه. هنا الشرطه حطوها في المشتبه رقم 1. بداو كيحققوا وكيبحثوا، بعد بحث طويل اكتشفوا بان الاخت ديال ساره بريئه. وهنا جابوها باش يستجوبوها لثاني مره. قالوا لا، الا ما قلتيش الحقيقه ولا شنو وقع ولا نسينا شنو عارفه، نسينا اللي غادي تاخذ العقوبه السجنيه، حيت نسينا المشتبه رقم 1 و التوتر ديالك كتدل بانك نتينا الاخت المقربه ديالها. يعني الا كنتي نتينا يكون عندك مفتاح الاحتياطي، نتينا اللي غتقدر تدخل للدار، فمن الاحسن ليك انك تعترف. وقبل ما نقول لكم الاعتراف ديال الاخت ديال ساره شنو كان، غندي واحد الشوربه كيحمق واعر. ودابا خليكم على الاعتراف. اعتراف الاخت ديال ساره كان كالتالي: بان الاخت ديال ساره كانت ديما كتعنف من الطرف ديال الزوج ديالها، من الدار والاهانه الى اخره، وكان كيخونها وعنده بزاف ديال العلاقات مع النساء غيره. ساره هي تصبره واحد النهار طلبات الطلاق. قال لها: واش منيتي كطلب الطلاق؟ انا محامي كبير وعندي عدد النفوذ والسلطات في الدوله، الا طلبت الطلاق ولادك انا اللي غنديهم لك وعمرك غادي تحلم تشوفهم. ساره حيتاش الكبده ديالها وليداتها ما قدرت تجيب، بقات صابره عندك الاهانه والذل والخيانه وبزاف ديال الحاجات. حتى واحد النهار ما كانش في الدار، دخلت المكتب ديالو وبقات كتقلب حتى وصلت للخزنه. الخزنه عملت بزاف ديال الكودات حتى طاحت في الكود من الزهر ديالها، طاحت في الكود اللي كان صحيح. فتحت الخزنه وتصدمات، جبرات بزاف ديال الوراق كيأكدوا بان الزوج ديالها عنده بزاف ديال المناتيف، منها تبييض الاموال، تجاره في اعضاء البشر، يعني بزاف ديال الحاجات اللي يقدروا يغرقوه ديال بصح. جبدت التليفون ديالها وصورت ديك الملفات وسرداتهم من الاخت ديالها باش تخبيهم عندها، تقولوا بانها علمت انها تقدر توقع لها شي حاجه اللي غادي تادي الحياه ديالها، فسرداتهم الاخت ديالها باش تخبيهم عندها، حيت كانت اكثر واحده كتثق فيها هي الاخت ديالها. الاخت ديال ساره قالت بان ساره قتله بان الاطفال ديالها جبروا مسدس في المجرد الطونوبيل ديال راجلها، جبروا واحد المسدس. ساره ما كانتش عارفه بان الراجل ديالها فاش كيفكر ولا منين كيخطط، ما كانتش عارفه مره. ديك الساعه الشرطه بعد ما تاكدوا بان الهضره ديال الاخت ديال ساره حقيقيه 100%، وراتهم التصاور، وراتهم الدلائل، وراتهم ملفات، ثم انطلقوا للمكتب ديال الزوج ديال ساره. لكن للاسف فين جبره؟ كيعيطوا له في التليفون طافي، كيعاودوا يعيطوا التليفون طافي. ديك ساعتها في نفس النهار اتصلت بهم واحد المراه كتبكي كتقول لهم: انا خارجه منطخ بالدماء للدار، وقال لي بانه قتل واحد المراه ولكن ماشي الاراده ديالو، كان مهدد دينه باش يقتلها، وهو تنادم معاه الحال حيت قتله قدام الاطفال ديالها. ديك ساعتها الشرطه انطلقوا باسرع ما عندهم قبل ما يهرب المجرم، وتم لقاو القبض عليه. وهنا كانت الصدمه. هاد القصه سيداتي عامره بالصدمات وفرقعه صدمات. وهنا كانت الصدمه. شكون هو هاد الشخص اللي لقات الشرطه القبض عليه؟ اجي نتعرفوا عليه ونعرفوا شكون هو. الاسم ديالو جيمي، العمر ديالو 35 سنه، الاصول ديالو مكسيكيه، السجل العدلي ديالو معمر سوابق. جميع تعرف لهم دغيا، ما بقاش كيحمق الشرطه ولا لا هذا وانا وهو وانتنا وهن اعترف لهم بالسرعه. قال لهم: سادتي بان واحد الشخص اتصل به سميتو ويليام، قال له: بغيتك تقتل ساره قدام الاطفال ديالها وغنعطيك مبلغ يقدر ب$1,000,000. $1,000,000 المغربيه ديالنا هي 10 مليون هيداك. تقتلها قدام ولادها. شكون هو هاد ويليام؟ علاش بغا يقتل ساره قدام ولادها؟ وشنو كيقرب لساره؟ هادشي كامل وكثر غنعرفوه دابا. وهنا سادتي بعد ما الجميع تعرف على ويليام، الشرطه عرفوا شكون هو ويليام ولقاو القبض عليه. في التحقيق غنتعرفوا على شكون هو هاد ويليام اللي كان العمر ديالو 47 سنه، من الاصول امريكيه، السجل العدلي ديالو نظيف 100%.
ويليام كان الزوج الصديق المقرب ديال سارة، يعني كان كيعرف كلشي عليه، الشده والفده، شنو غيعمل، المخططات اللي ناوي يعمل، يعني كلشي عارفو عليه. الزوج ديال سارة بعد ما بقى كيشكي ويليام الضغوطات والمشاكل اللي عنده مع سارة، قال له ويليام شني بالك تعمل عشيقه وتعيش معها بسلام وهدوء وبعدا تساكن ديك النقير. الزوج ديال سارة وافق من دون تفكير، وافق وعمل العشيقه ديالو، كان كيعيش معها الحياه حلوه وكيجي في ديال الاعصاب والغدايات ديالو كاملين في سارة. بعد مده وقع واحد المشكل كبير بين ويليام والزوج ديال سارة، وقع بيناتهم يعني مشكل اللي كبير. وين الزوج ديال سارة بقى كيهدد ويليام، حيتاش الزوج ديال سارة كان عنده عليه واحد الملف اللي غادي يدمرو، غيشتتو غيغرقو في الحباسات. ويليام بقى كيفكر كيفاش غنرجع العلاقه كيف كانت، كيفكر قال اول حاجه غادي نحاول نرجع العلاقه كيف كانت، وثاني حاجه غادي نبدا نقول له الفكره باش انه يقتل ساره. ويليام بين قوسين، ويليام كيفاش كان كيفكر، كان كيقول انه غادي يتقرب من الزوج ديال ساره وغيرجع العلاقه كيف كانت، وغادي يخليه باش يقتل ساره وغادي يرمي له التهمه كامله عليه، يعني غادي يغرق الزوج ديال ساره باش ديك الملف اللي الزوج ديال ساره شابروا عليه غادي يتخفى حيت يكون هو تشبر. داكشي اللي كان بقى كيحاول ورجعت العلاقه كيف كانت. رجعت واحد النهار بعد مده، بعد بضعه اشهر بعد ما رجعت العلاقه كيف كانت، ويليام اقترح للزوج ديال ساره، قال له شنو يبان لك تقتلها، قال له انا عندي ناس اللي غينفذوا لك الجريمه وانت يعني غتخرج منها بحال الشعره من العجينه كيف كنقولوا، غتخرج منها من دون سجن، من دون عقوبات، من دون اي شيء. الزوج ديال ساره بقى كيفكر في الموضوع بزاف، ومع الاصرار ديال ويليام ويوميا كيهضروا في هذا الموضوع وافق، حيت الزوج ديال ساره كان مأكد بان ويليام الا قال الحاجه غينفذها 100% بدون مشاكل وبدون اي حاجه. وافق. ديك ساعتك ويليام بعد ما دا الموافقه ديال الزوج ديال ساره، هنا كانت ما قداتو فرحه، عرف بان الخطه ديالو ماشيه فيه تمام. قال له واش نقتلها حدا الاطفال ديالها ولا قتلها بوحدها. الزوج ديال ساره قال له راك تما من اللي بغيتي. ويليام اتصل بجيمي قال له هاشني غنعطيك مبلغ فلاني وغتقتل المراه فلانيه الساعه فلانيه النهار فلاني. والله يخليكم مايكل هو اللي طام ويليام سمحوا لي حيت تخربقت بين الاسماء، حيت كيمثل في الاسماء فتخربقت. ويليام هو اللي عطى الخطه للزوج ديال ساره، قال له انت قبل ما تسافر ساره انت خصك تسافر، غتقول لها حقا بالدور ديال العمل وداكشي غادي تسافر باش الشرطه ما تشكشي بانك انت القاتل، غادي يقولوا انت كنتي مسافر فغيستافدوك من القضيه. داكشي اللي كان. الزوج ديال ساره سافر، وهنا تم القتل ديال ساره اللي مشات ضحيه ديال صديق الزوج ديالها. ولكن ما نساوش بان الروح عزيزه عند الله. سادتي بعد ما اعترف ويليام بكل شيء طام حتى المكان اللي يقدر يكون فيه الزوج ديال ساره، الشرطه بدون تفكير بعد ما هبطوه طبعا هو وجميل السجن، اتجهوا بالمكان ديال اللي يقدر يكون فيه الزوج ديال ساره، وفعليا جبروه تما هو العشيقه ديالو. المهم جبروه تما هو العشيقه ديالو ولقاو القبض عليه. حتى الزوج ديال ساره ما عطلهمش بزاف، حتى هو اعترف بسرعه، يعني اعترف بكل شيء. وبعد بضعه اشهر بعد ما دامت المحاكمه ديالهم بضعه اشهر تم الحكم ديالهم ب3 بهم بالاعدام. الاطفال ديال ساره بعد ما كبروا مايك وجيمي بعد ما كبروا رفضوا بانهم يتواصلوا مع الاب ديالهم، حيت كان هو السبب اللي حرمهم من الحنان ديال الام ديالهم، حرمهم من النعمه ديال ان تكون عندهم ام. كيجيو بزاف المناسبات وهما بلا ام. هذه هي كانت القصه ديالنا الاولى، كنتمنى تكون عجبتكم وقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات. ودابا ندوزو للقصه الثانيه. احداث القصه الثانيه غادي ينتقلوا بنا لتركيا مع واحد الاسره مكونه من ام واب وطفل صغير. الاب كان كيشتغل على قد الحال، والام كانت ربات منزل، والطفل الصغير ديالهم اللي كان في العمر ديالو تقريبا 5 سنوات 6 سنوات هيك. الاسره كانت عايشه في واحد الشقه يعني متوسطه الحال. الجيران اللي تحت منهم رحلوا، دوك يرحلوا بان الجيران تحت منهم رحلوا. بعد فتره لاحظوا بان الخاميات تركبوا في الشراجم، قالوا يمكن ان الجيران الجدد جاو باش يسكنوا في الطبقه اللي تحت منهم.
في يوم من الايام والام هي كتقوم بالاعمال المنزل كتسمع طق 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 على الباب. طلت من العين السحريه بنت المراه في الثلاثينات من العمر ديالها. السلام عليكم، كيف تينا؟ مزيانه بخير الى اخره. قالت لها انا الجاره الجديده ديالك، واليوم العيد ميلاد ديال الطفل ديالي، بغيت ناخذ الابن ديالك باش يحتفل هو والاطفال الاخرين، حيت انا بني زعما جا من مكان بعيد بغيتهم يرحبوا به. الام حطت راسها بلاصه ديك المراه، قالت انا ودي نروح لمكان اخر، عيد ميلاد ديال بني ويعملوا بوحدو غادي شويه ناقصه. وافقت، ويا ريتها ما وافقت. سيداتي المراه هبطت الابن ديال الجاره حيت كانت كتسمع الموسيقى وداكشي فما شكتش. هبطاتو، هنا كانت اخر مره غادي تشوف فيه الابن ديالها. بعد ما هبطاتو معاها الام الام ديال ساره، بقى القصه صراحه معلقه لي في راسي. المهم بعد ما سالت الام الاشغال هبطت لتحت، دق 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 دق، لا مجيب لا مستمع. عاود دق دق دق، لا مجيب لا مستمع. قالت يمكن زعما الاصوات الموسيقى وداكشي ما سمعونيش. رجعت طلعت للطبقه ديالها، وبعد ساعتين حتى 3 ساعات هبطات، دق 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 دق، والو. هنا بدا كيدخل الشك. عيطت للزوج ديالها اللي جا كيطير، جا هرسوا الباب، وهنا تصدموا. الشقه خاويه فيها غير الخامين هما اللي مركبين. دخلوا للحمام وتصدموا. جوج تعزكم الله ديال الابن ديالهم مطيحه في الارض، مفتوحه من العنق ديالهم حتى العنق ديالو حتى السره ديالو، وبعض الاعضاء الداخليه ديالو ما كايناش. هنا اتصلوا بالشرطه، جات الشرطه وبعد التحقيق وبحث واعاده كاميرا المراقبه اكتشفوا بان هذه عصابه للتجاره في الاعضاء اللي الشرطه كانوا شحال كيقلبوا عليها ولكن ما جبروهاش. هنا الام والاب بكاو بزاف على الابن ديالهم حيت خسروه بسبب انهم خلاوه يمشيو لحفله عيد ميلاد مع جاره جديده. وهنا هذه قصه خفيفه ظريفه نختموا بها الفيديو. كنتمنى تكون عجبتكم، ونعطيكم واحد النصيحه من هذه القصه: الاطفال ديالكم ديما يبقاو عندكم، ما تقولش انا نخليه مع الجاره ولا الجاره كبيره في العمر نخليها عندنا، حيت اي جاره تقدر تخلي معاها الابن ديالك او الابنه ديالك يقدر يواجه نفس المصير. وهنايا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بعد فيديو طويل. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه كيف قلت لكم وتفعلوا زر الجرس. وانا وصلنا لنهايه الفيديو، انا بغيت نقول لكم باي باي.